ولو ناسي افكرك دي كانت في 6 ساعات. في 6 ساعات. في 6 ساعات. في 6 ساعات. تخيل معايا انك في وسط الحرب العالميه، جنود ماشيه في كل حته وجيوش في كل مكان، مستقبل القارات والبلاد بيتحدد كل دقيقه، وفي وسط كل ده قطر يتاخر عن ميعاده فيغير مجرى التاريخ كله. القصه دي حصلت فعلا في الحرب العالميه الاولى سنه 1914 في معركه اسمها المارين الاولى، المعركه اللي انقذت باريس من احتلال الالمان ليها. الجيش الالماني كان داخل فرنسا بخطه اسمها شليفن، والخطه كانت قائمه على السرعه. الخطه كانت محسوبه بالدقيقه، مين هيتحرك امتى، مين هيقابل فين، الامدادات هتيجي ازاي. لو اتاخرنا دقايق الخطه باظت. في 1914 زي ما قلنا تحديدا يوم 5 سبتمبر قطار الامدادات الالماني اتاخر ساعه كامله. بيقال ان بسبب لخبطه في مواعيد السكك الحديد. ساعه بس الساعه في الحرب بتبقى فجوه زمنيه. تاخر القطر ده اخر الذخيره على الالمان، اخر دعم الجيش الثالث ليهم، خلت الجيش الالماني يتحرك بحركه ابطا. جنرال فرنسي قال بعدها الوقت هو السلاح الاقوى في الحرب، علشان كده فرنسا وبريطانيا عادوا تشكيل صفوفهم من تاني واستغلوا الثغره بتاعت الالمان، والمعركه قلبت ضد الالمان، والاول مره في الحرب الجيش الالماني بينسحب. المؤرخين بعدها يقولوا لو كان القطار وصل في ميعاده كانت باريس سقطت، وده مش كلام انشائي، ده كلام مبني على خطه كانت مدروسه لتفاصيل تحرك الجيش بكل دقيقه وكل حركه. ليه الموضوع ده مهم؟ لانه بيكشف قيمه الوقت. تخيل جيوش، جنود، ملايين، كل ده ينهار بسبب ساعه حركه متاخره. وزي ما مؤرخ الماني كان بيقول الحرب الحديثه لا تدار بالسلاح، تدار بالوقت. اظن احنا عملناها في 6 ساعات، وبنفس المنطق ده ساعه بسيطه ممكن تغير حياتك كلها، لان زي ما شفت ساعه ضايعه او قرار متاخر، خطوه صغيره غيرت شكل التاريخ. فما تستهونش باي لحظه، لان هي ممكن تكون اهم مما تتخيل.